وفي سياق متصل تظاهر طلبة معهد أبو علاء التجريبي الأزهري في بورسعيد بسبب سوء الخدمات المرفقية في المعهد، وطلبوا بتحسين الخدمات. من بورسعيد ينضم إلى الصحفي أحمد الجمال. أحمد، يعني ما هي مشكلة النقابة المستقلة في شركة الحاويات؟ نعم، أقام أعضاء النقابة المستقلة بشركة بورسعيد لتداول الحاويات الوطنية ببورسعيد وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام إدارة الشؤون القانونية التابعة للشركة أمام حديقة فريال بسبب إحالة رئيس النقابة المنتخب إلى التحقيق بسبب تكوين نقابة مستقلة. هذه هي التهمة التي أحيل للتحقيق بسببها. وكان رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات قد أحال عصام مصطفى القزاز رئيس النقابة المستقلة بالشركة إلى التحقيق بسبب تكوين نقابة مستقلة وللسؤال عن مدى شرعيتها، برغم أنه جاء على رأس النقابة بانتخابات نزيهة في 13 من سبتمبر الماضي. وقال عادل بكري رئيس اتحاد النقابات المستقلة ببورسعيد أنه كان من الأحرى أن يحيل رئيس مجلس إدارة الشركة جميع أعضاء النقابة المستقلة إلى النيابة العامة للتحقيق في انتحال صفة، ولكنه لم يفعل لأنه متأكد أنها نقابة شرعية، مشيرا إلى أن القانون 35 لسنة 76 واتفاقتي العمل الدولية رقمي 87 لسنة 48 و98 لسنة 49 ومبادئ الحريات النقابية ومعايير العمل النقابي الدولية الموقعة عليها مصر تقضي بشرعية النقابات المستقلة. وقد تم الإيداع لنقابة الشركة وتم إشهارها في 27 سبتمبر الماضي. وقال أنه يبدو أن ذلك اتجاه في الشركة القابضة لأن القضية تكررت في محافظة البحر الأحمر والإسكندرية، مؤكدا تماما أنها قضية خاسرة، وسيبقى الاتحاد المستقل معبرا عن آمال مصر وعن عمال مصر وآلامهم. ننتقل إلى معهد أبو علاء التجريبي الأزهري في بورسعيد، والذي تظاهر طلابه بسبب سوء الخدمات المرفقية في المعهد. ماذا يعني سوء الخدمات المرفقية؟ نعم، صباح اليوم تظاهر طلبة معهد أبو علاء التجريبي الأزهري ببورسعيد بسبب سوء الخدمات المرفقية من مياه وصرف صحي وأدوات للصرف الصحي بالمعهد، وتظاهروا أمام مكتب محافظ بورسعيد للمطالبة بتحسين الخدمات هناك. وقال الطلبة المتظاهرون أن الأعمال المرفقية بالمعهد لم تكتمل بعد، برغم الوعود التي قطعها المسؤولون بتجهيز المعهد منذ بداية العام الدراسي الأزهري. وأشاروا إلى أن النزل المخصص للمبيت سواء للطلبة البورسعيدية أو من خارج المدينة غير لائق بالمرة للمعيشة، برغم أنهم من الطلبة المتميزين بالأزهر والحافظين للقرآن الكريم بعد أن تعرضوا لاختبارات قاسية لاختيارهم كطلبة بالمعهد التجريبي الأزهري المتطور. وأضاف أيضا الطلبة الأزهريون أنهم يعانون أيضا من نقص المعلمين بالمعهد في عدد من التخصصات، وطالبوا محافظ بورسعيد بسرعة التدخل حتى يشعروا بالأمان ويستكملوا مسيرتهم من أجل الدعوة الأزهرية بمصر، وخاصة أن مصر كلها تضم 10 مناطق أزهرية تجريبية فقط من هذه النوعية. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من محافظة بورسعيد.